درنا حسب النبته اللي درناها. هادشي كيتم بنفس يعني الطريقه في جميع تقريبا النباتات العطريه. جعفر الكنسوسي رئيس جمعية منية مراكش. اليوم السبت اقتبالا لفصل الربيع من كل عام، يعني أكثر من عقد من الزمان، جمعيتنا منية مراكش تقيم موسم تقطير ماء الزهر، وهذا العام له طابع خاص لأنه صنفت المراسم تقطير ماء الزهر كتراث وطني وكتراث للعالم الإسلامي من قبل منظمة اليونسكو. نقيم الزهرية بشراكة مع وزارة الثقافة، واليوم نحن نسعد لأن هذا اليوم الافتتاحي يعني أقبل عليه في هذا الشهر المبارك العظيم، شهر رمضان، أقبل عليه يعني وفير من النساء ومن الشابات ومن البنات اليافعات، وهذا هو غايتنا، لأن تقطير ماء الزهر هو بفضل العقل الكيس الحكيم لنساء المغرب ولنساء مدينتنا مراكش التي حافظنا عليه لمدة قرون، واليوم نراه يحيا من جديد. و يعني غايتنا وأملنا أن يقال في الزمن الآتي القريب كنترجى نشم الزهر في البهجة. هاد المراكشيين عندهم هاد القطار يعني في الطقوس ديالهم، كناخذوا داك المقطر كيتستعمل في عده مناسبات، كاين في الافراح، في الكنايس، في المطبخ كذلك. اذا في الافراح كاينش العرس او العروسه اللي غتمشي ما تديش معها مقطر يعني معها في داك الدفوع اللي كيجيها. في الكنايس كنستعملوا في الموت، يعني الوفاه ديال الشخص، او لا فاش كيكونوا عندنا فقهاء الدار يعني كيخرجوا ديك السلكه تنعاودوا نطرشوا بهذا. في الاعياد كيمكن يعني العيد كنجلسوا السنه الاخيره بدا كنحطوا ديك المرشه باش يعني كنشموا داك ريحه الزهر داك النار. هذه طقوس داخله في العادات ديالنا ما خصناش نضيعوها. ثم كاين الحلويات في المطبخ المغربي، كاينه حلويات كتستعمل فيها الزهر، كاين المطبخ يعني بعض يعني في غوصات اللي هما كيتستعمل فيهم الزهر